يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عايزين نبتدي نحل اول مساله معانا في الشيت. بس طبعا قبل ما ابتدي احل المساله دي حابب اوضح شويه نقط مهمه جدا. عود نفسك لما تيجي تحل اي مساله بشكل عام او اي مشكله بشكل عام تفهم ايه اللي مطلوب كويس جدا. وانا عارف ان الكلام اللي انا بقوله ده يمكن يكون واضح، انت يمكن بتقول كده، لكن خلي بالك دي نقطه بيتم اهمالها بشكل كبير جدا. ان الطالب مثلا او حتى اللي لسه شغال في شركه ما يبقاش فاهم كويس فعلا ايه اللي مطلوب منه اساسا، فبالتالي لما يجي يحل هو مهما عمل ومهما كان مستواه هيحل غلط. ما هو مش عارف ايه اللي مطلوب اساسا او مش عارف ايه اللي مطلوب بشكل كامل مثلا. فبالتالي دي نقطة مهمة جدا. يعني عود نفسك انك لو في مشكلة او حاجة المفروض هتعملها تبقى فاهم كويس جدا ايه اللي مطلوب ان انا اعمله. دي رقم واحد. رقم اتنين، تفهم كويس جدا ايه المعطيات بتاعتك. يعني ايه المعطيات الخاصة بالمشكلة اللي انا شغال عليها، ايه المتغيرات مثلا اللي عندي، ايه الداتا اللي انا هشتغل عليها. المعطيات مهمة جدا ان انت تبقى مدرك ليها، تبقى عارفها برضو. انا عارف ان الكلام ممكن يكون دلوقتي تحسه حاجة اللي هو الكلام ده كده كده واضح يعني، بس النقط دي بيتم اهمالها. هتعرف ده ان شاء الله لما تيجي تبتدي تبني مشاريع بشكل فعلي، فهتلاحظ فعلا ان النقطتين دول في كتير جدا بيهملهم يعني. فدول حاجتين يعني بشكل عام ركز عليهم وانت بتيجي تحل اي حاجه، انك تعرف ايه المعطيات بتاعتك، تعرف ايه اللي مطلوب منك بشكل كويس. النقطه الثانيه بالنسبه بقى للانجليش، لو لاحظت كل حاجه موجوده هنا بالانجليش، فطبعا انت دلوقتي ممكن لو مستواك في الانجليش ضعيف ممكن تكون بتاخدها كوبي تترجمها تعرف مطلوب ايه وبعد كده تبتدي تحلها. هل ده ينفع؟ ممكن كحل مؤقت، لكن مش حاجه ينفع تفضل مستمر عليها، لان كده كده المصادر والمقالات والحاجات دي بتبقى بالانجليش. فبالتالي مهم برضو ان انت تتطور في الانجليش. فلو مستواك كان ضعيف في الانجليش لا لازم تطور المستوى ده. فدي نقط مهمه كنا محتاجين نوضحها يعني. فيلا بينا بقى نبتدي نحل اول مساله. المساله بسيطه جدا، بيقول لك هتبتدي بان انت ترايت مين فانكشن. المين فانكشن دي بتعمل ايه؟ بتبرنت النيم والايج بتاعك on two separate lines. يعني من الاخر كده عايزك تنشئ مين فانكشن تعمل برنت للاسم في لاين وللايج في لاين. فتعال نطبق الكلام ده. هروح على الانتليجي كده، هكتب الكود من البدايه خالص، اقول فانكشن مين فانكشن، وهاجي هنا هعمل print ln. لازم ln لان انا عايزها في لاين لوحديها، وهقول هنا ان انا عندي ثروت سامي، وبعد كده هقول print ln تاني واحط الايج بتاعي. ما قاليش انشئ متغيرات، خلي بالك، هو قال لي انشئ مين فانكشن واعمل print للاسم والايج فقط لا غير. فده كده اللي مطلوب. اعمل run بقى، ودي نقطة أنا عايزك دايما تعملها، إن أنت كتبت كود تعمل له رن. ليه؟ لأن أنا عارف إن أنت ممكن تكتب كود وتبقى فاكر إن هو صح وتكمل تدخل على الحاجة اللي وراها من غير ما تعمل رن. هل ده صح؟ لا طبعا ده غلط جدا، لأن أنت ممكن تكون متأكد 100% من الكود اللي أنت كاتبه، لكن لما تيجي تعمل رن تلاقي حاجة غير متوقعة. فبالتالي كده في مشكلة، تحل المشكلة تتعلم منها. طب لو أنت ما عملتش رن مش هتشوف المشكلة، مش هتتعلم المشكله. فبالتالي مهم جدا ان انت اي كود تكتبه لازم تتست الكود وتعمل ران كده عشان تتاكد ان الكود ده شغال. دي حاجه اساسيه لازم تعملها. انا ممكن اكتب الكود قدامك، ممكن اعمل ران في مره تانية ما اعملش ران، لكن انت لازم تعمل ران. انت ضروري كل مره تعمل ران. ماشي؟ بس كده خلصنا اول مساله. انا هخلي كل مساله في فيديو لوحديها علشان ايه الموضوع ما يطولش في فيديو واحد يعني. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامه.